طيبين، ربنا يعود علينا رمضان يا رب بالخير والسعادة واليمن والبركات. الفول المدمس الراعي الرسمي للسحور في رمضان. احنا كمصريين مش بنستغنى عنه ابدا ابدا في السحور. يلا بينا ندمس احلى فول ونقول كل اسرار نجاحه وازاي تطلعي الفول مستوي زي الزبدة بدون اي اضافة مواد صناعية ولا الوان ولا اي حاجة. اخترت الفول البلدي اللي حبيته كبيرة وفاتحة. غسلته كويس جدا وصفيته، وبعدين نقعته حوالي 4 ساعات على الأقل 4 ساعات، وهنغير عليهم المية في الفترة دي يعني مرتين تلاتة. هنلاحظ ان المية اللي نازلة منه صفرة، المية دي بتسحب كل المواد الضارة وكل الشوائب اللي بتبقى موجودة فيه، وفي نفس الوقت برضو الحباية بتطرى معايا شوية. معايا 3 معالق عدس اصفر، ده غسله بس مش محتاج النقع. معايا معلقة بابريكا، وحوالي فصين 3 توم، وربع كوباية فول مدشوش، وكمان طماطمية قطعتها 4، وليمونة. ليمونة كده عادية سليمة بحالها هحطها في الدماسة. وطبعا الدماسة بتاعتنا هي بطلة الموضوع ده كله، وبس مش شرط ان انت تدمسي فيها، يعني لو مش متوفرة عندك ممكن جدا تدمسي في حلة بس يكون غطاها محكم. هنجيب الدماسة بتاعتنا، هنبتدي نحط بقى فيها الفول. طبعا الفول زي ما قلت لك انا نقعته حوالي 4 ساعات، لو تقدري تنقعيه اكتر من كده كمان انقعيه. فكرة النقع ان هو هيسحب كل المواد اللي تسبب الانتفاخات، وهيخلي الفول صحي جدا. هنحط عليه العدس الاصفر، ممكن نستبدل العدس ده بالقمح او بغلة البليلة. وبعدين الفول المدشوش، انا حطاهم طبعا علشان القوام بتاع مية الفول يتقل شوية يبقى زي الجاهز. والبابريكا والطماطم والثوم والليمونة. وممكن برضو نحط رشة كركم. وبعدين هنزود المية، ولازم المية اللي هنزودها تكون مية مغلية. ولو احتاج الفول برضو لأي مية أثناء السوا لازم تكون مغلية. هنغطي الفول كده خالص، وهنرفعه بقى على النار، هنحطه على البوتاجاز على عين متوسطة على نار عالية شوية لحد ما يبتدي يغلي، ياخد أول غلوة كده، وبعدين هنهدي النار خالص. وهوريكم دلوقتي النار تبقى شكلها ايه. عايزة اقول كمان انا اضفت الليمونة ليه. فايدة الليمونة انها هتخلي الفول لونه فاتح جدا. مش هتخليه ميته تغمق ولا تسمر خالص، هتسحب اي سواد يبقى في مية الفول. هتبقى المية بتاعته رايقة وفاتحة جدا، وهوريكم برضو لونها اثناء السوا. وبعد ما نخلص تدميس خالص هوريكم شكلها ايه. دلوقتي المية بتاعتي ابتدت تغلي، والنار عالية زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة بقى اول ما المية ما تغلي وياخد اول غلوة كده، هنهدي النار خالص، هنخليها شمعة، وهننساه بقى على النار. شايفين كده المية ابتدت غلت خالص كده، اخد اول غلوة. ههدي النار خالص اهي، ابتدى الفوران يقل شويه، وهغطيه وحاولي على قد ما تقدري ما تفتحيش عليه كتير. على فكره كمان من الحاجات اللي بتخلي الفول يسود ويطلع لونه غامق ومش حلو، ان احنا كل شويه نفتح عليه وندخله هواء. الهواء هو اللي بيخلي الفول زي ما قلت لكم يغمق كده ويبقى لونه مش كويس، فاحنا على قد ما نقدر ما نفتحش عليه غير كل ساعتين، نطمن بس ان هو مش محتاج ميه. لو محتاج ميه هنزوده ميه مغليه. يبقى رجع تاني ونقول ان من الحاجات اللي هتخلي الفول معايا حلو جدا ولونه جميل ومستوي زي الزبده، الليمونه اللي احنا حطيناها هتسحب اي سمار، وكمان الكركم والعدس الاصفر، وما ندخلوش هوا. ده شكل الفول بعد مرور 8 ساعات عليه، انا سبته 8 ساعات كاملين على النار. شايفين شكله مستوي جدا زي الزبده ومهري خالص ازاي، والقشره مفتوحه اهي. يلا بقى بينا نغرفه مع بعض. فول البيت لا يعلى عليه طبعا، جميل جدا، ما فيهوش اي مواد حافظه زي الفول المعلب اللي بنجيبه جاهز. ما فيهوش اي بقى الوان صناعيه متضافه عليه. بعض المحلات كده بتضيف الوان صناعيه عشان تخلي لونه محمر شويه او تخليه لونه فاتح. طبيعي 100%، يكفيك انك انت جايباه ومنقياه وغسلاه وضامنه نظافته، وما فيهوش اي مكسبات لون، ما فيهوش اي مواد حافظه. شايفين الفول عامله ازاي؟ انا مش بهرسه، يا دوب بس بمرر عليه كده بس الشوكه، بمشي عليه الشوكة. شايفين بيتهرس ازاي؟ مش مستحمل. فولة جميلة مستوية زي الزبدة وريحته خطيرة في البيت. تقدري تدمسي الكمية اللي انت عايزاها وتحطيه في اكياس وتحتفظي بيه في الفريزر، وقبل السحور كده بساعتين تطلعي كيس على قد الاستخدام، وهيفك خالص، وتقدري بقى ايه تحبشيه وتتبليه زي ما انت عايزة. وده شكل الفول بتاعنا، طبعا زيت وليمون بقى وطحينة وكمون والتحبيشة اللي انت عايزاها كلها، وطعمه خطير. اتمنى تجربوه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.